السلام عليكم. اهلا بيكم في 5 هندسة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في التسليح، وهو الفرق ما بين طول التماسك وطول الرباط وطول الوصلة في صلب التسليح. اول حاجة هنبدأ بيها هي طول التماسك. وزي الكود ما قال لنا بالظبط ان يجب ان يمتد صلب التسليح او اسياخ التسليح على جانبي اي قطاع بطول مناسب يتناسب مع القوة الواقعة على السيخ. طيب الطول ده هيبقى قد ايه؟ الكود محدده في الجداول، هعرضها لحضراتكم دلوقتي. وزي ما حضرتك شايف الجدول ده بيوضح العلاقة ما بين رتبة الخرسانة ونوع صلب التسليح. فاللي يهمنا من الجدول ده مثلا رتبة الخرسانة في جميع أنواع الأعمال الإنشائية معظمها بتبقى 25 نيوتن على المليمتر مربع. وفي المواصفة الجديدة بتاع حديد عز هنلاقي إن الإف يلد ب 500. طول التماسك هنا 67 في الشد، 67 القطر، وفي الضغط 40. وفي الأعمدة مثلا لو بنستخدم خرسانة جهدها 30 نيوتن على المليمتر هيبقى 65 في الشد، 65 مرة القطر، وفي الضغط 40 مرة القطر. انما لو هنستخدم التسليح او المواصفة القديمة اللي هي الاف يلد 400 او 350 هنلاقي ان في رتبة الخرسانة 25 هنلاقي ان طول الوصلة دي 55 الفاي، وفي الضغط هنلاقيها 40 الفاي. ولو رتبة الخرسانة 30 هنلاقي ان طول التماسك 50 الفاي، وفي الضغط 40 الفاي. يبقى احنا كده عرفنا طول التماسك. نراجع بسرعة كده ان طول التماسك هو علاقة ما بين سيخ الحديد والخرسانة، عشان كده الجدول ربطه علاقة ما بين رتبة الخرسانة وسيخ التسليح. يبقى احنا ممكن ان احنا نقول ان هو طول الحديد او طول الوصلة اللي بتسمح بنقل الاجهادات بين سيخ الحديد والخرسانة. ده طول التماسك باختصار شديد، بنشوفه في نهايات القطاعات او ما بين القطاعات المختلفة. يعني في نهاية الفلات سلاب في البلاطة يبقى نازل برجل في القمرة، او في علاقة اشاير العمدان والرجل بتاعة العمود اللي جاية في القاعدة. وكذلك برضو ان احنا نزوي السملات ونزوي الكمرات، ده كله يعتبر طول تماسك. طيب ايه هو بقى طول الرباط؟ قالك طول الرباط ده هو عامة سيخ الحديد بعد انتهاء العزم او اقصى عزم ممكن في القطاع. بمعنى ايه؟ يعني لما مرحلة العزم سواء العزم الموجب او العزم السالب اللي هي منطقة الشد بتنتهي تماما، ببدأ احط طول رباط. بيبقى غير مطالب بيسيخ الحديد ده منه ان هو يقاوم العزوم. طيب الطول ده قد ايه؟ الكود المصري لتصميم المنشآت الخرسانية حدده، قال لك ان هو 3/10 الدي زائد 10 الفاي، او عمق القطاع ده ايهما اكبر. طيب اخر حاجة بقى ايه هو طول الوصلة؟ من الواضح كده من المسمى ان هو علاقة ما بين سيخين حديد. يعني لو احتجت ان انا اوصل في منطقة شد او احتجت اوصل في منطقة ضغط في اسياخ التسليح اعمل ايه؟ الكود المصري ما سبناش، فهو فسر الموضوع ده. قال لك ان والله ان طول الوصلة ده هو يعتبر طول التماسك اللي احنا خدنا القوانين بتاعته او اول مفهوم خالص في بداية الفيديو. طيب ده يبقى طول الوصلة هو طول التماسك فين؟ في منطقة الضغط. طيب لو منطقة شد بقى، قال لك لا، يبقى هو 1.3 من طول التماسك. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا لكم.